اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. بصوا بقى احنا عاملين ايه النهاردة. عاملين صينية بطاطس بالفراخ بطريقة وطعم وريحة روعة. انا حبيت اوريها لكم واوريكم طريقتي. طبعا كل واحد بيعملها بطريقته، لكن انا حبيت اوريكم طريقتي وتقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم. وكنت عاملة معاهم شوية رز بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى علشان نشوف احنا عملنا صينية البطاطس بالفراخ دي ازاي. حطوا لايك وتعالوا شوفوا احنا عملناها مع بعض ازاي. جبت الفراخ بقى وغسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وقطعت البطاطس والفلفل والبصل، وجبت التوابل علشان نعمل احلى صينية بطاطس معاكم خطوة بخطوة. طبعا ما شاء الله كلكم بتعملوا البطاطس بطريقة جميلة جدا وبتعجبكم، بس انا حبيت اوريكم طريقتي. ان شاء الله لو جربتوها مش هتندموا. طريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة. خلاص كده رحت جبت البصل. طبعا انا مقطعاه صغير علشان ولادي بيحبوا البصل يكون دايب في الاكل، ما يكونش بيقرمش، بيبقى ليه طعم بس بيبقى دايب وبيبقى طعمه حلو. ورحت جايبه بقى الفلفل الحار اللي انا مقطعاه. طبعا انا بحب الفلفل الحار بس مش بيبقى حار قوي، بس بيدي طعم وريحه جميله جدا جدا لصينيه البطاطس. جبت التوابل: فلفل اسود، كزبره، رشه سكر، 7 بهارات، توابل فراخ، كمون، بابريكا. ورحت نازله بقى. طبعا التوابل اللي انت حباها تحطيها في صينيه البطاطس بتاعتك حطيها، دي حاجه ترجعلك انت. وبعدين هقلب بقى البصل والفلفل والتوابل مع بعض. هفصل الكاميرا لغاية اما اقلبهم كويس جدا لغاية اما يتشربوا التوابل والفلفل والبصل ويتشبعوا ببعض كويس جدا علشان يدوني النتيجة الجميلة لأحلى صينية بطاطس. وبعدين هروح جايبة كام 4 5 طماطمات كده حلوين، هفرمهم في الكبة من غير مية. مهمة جدا التكاية دي، هتخلي صينية البطاطس روعة وطعمها زي السكر. وهنقلب الطماطم مع البصل والفلفل والتوابل بتاعتنا. هروح رايحة بقى جايبة الملح علشان اظبط الملح بتاع صينية البطاطس. طبعا الملح ده على حسب الرغبة. انا ظبطت الملح بتاع صينية البطاطس اللي انا هعملها، وبدأت ان انا اقلبه علشان يتشرب مع التتبيلة ومع الخلطة اللي احنا عملناها اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما قلبت الملح رحت بقى علشان اجيب البطاطس، لقيت ان القارب صغير جدا جدا مش هيكفي حاجة خالص، ولا هيكفي البطاطس ولا هيكفي الفراخ. قلت اعمل ايه؟ خلاص كده رحت جايبة الطبق ده وقلت انزل بالخلطة واشوف انا هعمل ايه بعد كده. نزلت بالخلطة في الطبق اللي انتوا شايفينه دوت، ورحت جايبة بقى ايه البطاطس ونزلت بالبطاطس في الخلطة اللي احنا عملناها. هبدأ برضو اقلبها كويس جدا جدا جدا. مهم ان هي تتشبع بالخلطة. انا بحب البطاطس تتشبع بالخلطة اللي انا بعملها دي. انا ممكن احط الخلطة واحط فوقيها البطاطس بس مش هتديني النتيجة الجميلة وهتبقى متشبعة بالخلطة بتاعتي، فانا بحب اعملها بالطريقة دي، بتديني نتيجة جميلة جدا. ورحت جايبه القارب ونزلت بالخلطه والبطاطس اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وكومنتاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناه تفضل معاكم. خلاص كده حطينا البطاطس وبدات ان انا احط الفراخ. فبدأت ان انا اشبع الفراخ بالتتبيلة اللي انتوا شايفينها دي. ورحت ماسكة ايه بقى زي ما انتوا شايفين الورك، وفصلت الجلد عن اللحم. ورحت نازلة بالخلطة اللي هي البصل والفلفل والتوابل في ما بين الجلد واللحم بتاع الفرخة. عملت الورك وهبدأ اعمل الصدر وهعمل الفرخة كلها زي ما انتوا شايفين كده. هفصل الجلد عن اللحم واحط التتبيلة الجميلة بتاعتنا وهعملها في التتبيلة اللي احنا عاملينها في الصينية دي. هخلص الفرخة كلها بنفس الطريقة دي، وهبدأ ان انا افرد البطاطس من فوق الفراخ علشان
ما تتحرقش الفراخ مننا. فهبدأ ان انا افرد البطاطس من فوق، وهتبقى البطاطس زهرة والفراخ زهرة عشان يتحمروا مع بعض في الفرن. ورحت جايبة بقى ايه، كوبايتين من عصير الطماطم، ونزلت بيهم. طبعا كنت حاطة فيهم شريحة من البنجر. ورحت جايبة كوباية من المية علشان نسوي البطاطس والفراخ في الفرن مع شوية عصير الطماطم وكوباية المية اللي انتوا شايفينها دي. وهناخدها نحطها في الفرن، وبعد شوية خرجناها من الفرن وكانت جميلة خالص زي ما انتوا شايفين. انا بحب ان انا انشف البطاطس، وبحب ان انا اشوي الفراخ مع البطاطس في الفرن، بتبقى جميلة خالص وبيبقى الطعم روعة. خلاص كده، ورحت نازله بالبطاطس مع الفراخ زي ما انتوا شايفين. البطاطس كانت ناشفه، اعملوها بطريقتي ونشفوا الصلصه في الفرن كده، بس اوعوا تتحرق منكم. هتبقى جميله جدا وبتدي طعم مروعه وريحه رهيبه. خلاص كده عملنا صينيه البطاطس وغرفناها. وكنت عامله معاها شويه رز بالشعريه برضو قدمته. وكنت عامله شويه سلطه خضراء، بس انا نسيت ان انا اقدمها معاها. وبكده عملنا احلى صينية بطاطس زي ما انتوا شايفين. والفراخ كانت متحمرة وكانت جميلة. والرز ده احنا كنا عاملينه قبل كده برضو في فيديو، فانا مرضيتش ان انا اطول عليكم. خلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا الجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. وانتظروني في الفيديو القادم، واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.